اي زملكاوي ذكر وراجل يجيني هنا يقول لي انا موجود، يقول لي انا زملكاوي اصيل، يقول لي انا ذكر، يقول لي انا حر. عايزين تبيعوا مين؟ عايزين تبيعوا نادي الزمالك؟ طب ازاي؟ طيب مين طيب هيسكت لك؟ ملايين نادي الزمالك هتسكت لك؟ ها؟ مفكرينها فوضى؟ طيب مفكريني انا هسكت؟ طيب جماهير نادي الزمالك هتسكت لكم؟ هنشوف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالعادة لايك وشير كزملكاوي أصيل ومحترم. اكتب لي عاش نادي الزمالك نادي الوطنية والكرامة نادي القرن الحقيقي، وخليك إيجابي واعمل الشير وودي صوتنا لأبعد مكان. ودي صوتنا لأبعد مكان، ما بنخافش من حد ولله الحمد. طيب الجزء الثاني، الأول هنتكلم عن بيع نادي الزمالك. الجزء الثاني مباريات نادي الزمالك الصعبة في القرعة الموجهة. تمام، بس عشان نبقى ايه على نور. طيب ابتدي لكم بمباريات نادي الزمالك، وخدها يا زملكاوي عندك سكرين. الجولة الأولى بيراميدز، الجولة الثانية المقاولون، الجولة الثالثة البنك الأهلي، الجولة الرابعة سموحة، انبي، زد، فيوتشر، الاتحاد المصري، الاهلي. حاطين قال الاهلي في النص، هم اصلا حيرموه ليه الاخر. سيراميكا، فاركو، الاسماعيلي، الداخليه، الجونه، الجيش، بلديه المحله. هنبتدي ببيراميدز. بسم الله الرحمن الرحيم كده وربنا يستر. لايك وشير وصلي على سيدك النبي. تعال بقى نتكلم في المفيد. الأستاذ عمر هريدي الصعيدي الذكر الراجل، ابن أسيوط، كلهم رجال بسم الله ما شاء الله، عيال عمي ولاد عمي وعلى راسي من فوق. متقدم في انتخابات نادي الزمالك على كرسي الرئاسة. طلع بتصريح خطير، قال لك ايه؟ هناك مخطط لبيع جزء كبير من نادي الزمالك من بوابة جامعة الدول العربية. ده الراجل قالها على قناة الشمس مع مجدي عبد الغني، وانتوا عارفينه راجل ذكر ما بيخافش. طيب ايه الدنيا؟ مين طيب اللي هيسمح لك بالكلام ده؟ هل جماهير نادي الزمالك هيسمحوا لكم بالكلام ده؟ قسما بالله ما حد هيرضى. والله العظيم انتوا مش معاكم غير نادي الزمالك، الحيطة المايلة نادي الزمالك. اي حاجة تجربوها في نادي الزمالك، قانون، لائحة، عامر حسين، كل التشكيلة دي وكل الناس دي، العطار، جمال علام، مش معاهم غير نادي الزمالك. طيب ما تكفلوه احسن، اكفلوه. مالكم ومال الزمالك انتوا يا عم؟ اكفلوه. لو هتمشي العملية كده اقسم بالله يتقفل. يلا وخلي الاهلي يلعب لوحده. انا عايز الاهلي يعملوا له دوري لوحده. خلاص نادي الزمالك بيجوا كل من هب ودب يلطش فيه. واخرة المتم عايزين تبيعوا جزء كبير من النادي من اول بوابة جامعة الدول العربية وتحويله الى فندق عالمي. طب ليه؟ لمصلحة مين؟ الكلام ده؟ ابعدوا عن نادي الزمالك وابعدوا عن جماهير نادي الزمالك. الواحد قرف، الواحد تعب، اقسم بالله والله العظيم الواحد تعب. ما تخلوا عندكم دم شوية. ده احنا بشر، ده احنا بالملايين. يا نطع يا ابن النطع، يا نطع يا ابن النطع، انت وهو مش معاكم غير نادي الزمالك وتكسروا فيه وتضغضغوا فيه. بيع ايه يا عم؟ يا عم بيع مين يا عم؟ ده على حسين لبيب واحمد سليمان وعمر هريدي صاحب التصريح وكل حد نازل ليه رئاسة نادي الزمالك. اذا كان التصريح ده
بالفعل وهيحصل بالفعل، وانت جيت بعد كده ووافقت واقريت بالبيع، قسما بالله ما حد هيرحمك. وانا اول الزملكاويه، وانا اول الزملكاويه، ما حدش من جمهور نادي الزمالك هيرحمك. اصله ده تصريح خطير. احنا اصله ما عندناش كذا فرع، احنا ما عندناش كذا فرع زي النادي الاهلي. احنا يا فرع واحد، واكتوبر لسه بنجيب اللودر، الدنيا قامت، القيامه قامت لسه. بسم الله الرحمن الرحيم بيعمل كده اللودر وهيغرف له شويه رمله وطالع بيها كركبت. فهو ده حالتنا. سيبوه، ابعدوا عن نادي الزمالك وابعدوا عن جمهور نادي الزمالك. في نهاية الفيديو دمتم سعداء جمهور نادي الزمالك. سامحوني على الأخبار، سامحوني. دمتم سعداء، وأشوفكم في الفيديو القادم. ما تنساش لايك وشير. وعاش نادي الزمالك، نادي الوطنية والكرامة، نادي القرن الحقيقي. وأشوفكم في الفيديو القادم. سلام عليكم.